تعالى هقول لك على حاجه والله. النادي الاهلي خد احسن قرار ليه في الموسم ده، واداره النادي الاهلي نقذت الفريق، وفعلا النادي الاهلي السنه دي هيقدر ينافس على الدوري بعد ما الاداره خدت احسن قرار بالنسبه لها. واول خبر معانا يخص النادي الاهلي، اداره النادي الاهلي بعد نهايه الجوله الخامسه وبعد بدايه هي الاسوأ في تاريخ النادي الاهلي للدوري الممتاز، يوجهوا الشكر لمدرب النادي الاهلي ريبيرو، لانه فعلا اسوأ مدرب واسوأ بدايه في الدوري الممتاز. الخبر الثاني اللي معانا، اداره النادي الاهلي قررت تعيين الكابتن عماد النحاس مديرا فنيا مؤقت للنادي الاهلي لحد ما يجيبوا مدير فني اجنبي جديد بالتشكيل بتاعه كامل، وهو ده التشكيل بتاع الكابتن عماد النحاس المؤقت. والخبر الثالث، اداره النادي الاهلي قررت اعاده تفعيل منصب مدير الكره، وعينت الكابتن وليد صلاح الدين مدير للكره للنادي الاهلي. والخبر الرابع اللي معانا، اداره النادي الاهلي اتفاجئت ان اللاعب امام عاشور فسخ عقده مع وكيل اعماله احمد يحيى، وعمل عقد جديد مع وكيل اعمال جديد اسمه ادم وطني، اللي النادي الاهلي وقف التعامل معاه بسبب وسام ابو علي، وحط النادي الاهلي في مأزق اللاعب امام عاشور. والخبر الخامس اللي معانا، اداره النادي الاهلي وصلت لاتفاق مع اللاعب اليو ديانج، هيمدد عقده موسمين مع النادي الاهلي، الموسم الواحد ب1,500,000 دولار، واللاعب وافق وخلاص. لما يرجع من المنتخب هيمدد عقده مع النادي الاهلي، والنادي الاهلي هيعلن عنه بعد تمديد عقد اللاعب امام عاشور. والخبر ده يخص الكابتن هادي خشبه لاعب النادي الاهلي سابقا، نزل على صفحته الشخصيه وبيقول ان في لعيب مهم جدا قريب من النادي الاهلي، والنادي الاهلي هيتعاقد معاه في يناير. واداره النادي الاهلي قررت تعيين شادي البركوكي مستشارا قانونيا لاداره النادي ولشركه كره القدم. واداره النادي الاهلي قررت انشاء فرع جديد في مدينه سوهاج، وخلاص دلوقتي بيخلصوا في الارض وبيخلصوا كل الاوراق وكل المستندات المطلوبه لانشاء الفرع الجديد. الخبر السابع، اداره النادي الاهلي كلفت اسامه هلال بمنصب مدير التعاقدات داخل النادي الاهلي بجانب عمله كرئيس السكاوتنج داخل القلعه الحمراء. والخبر الثامن اللي معايا، اداره النادي الاهلي قررت اتخاذ كل الاجراءات القانونيه ضد الناس اللي استغلوا اسم النادي الاهلي في الكويت وعملوا اكاديميه باسم النادي الاهلي داخل الكويت، وعشان كده اداره النادي الاهلي هتتخذ ضدهم كل الاجراءات القانونيه. وحابب اقول كده، النادي الاهلي عنده 2 شرط جزائي، واحد لكولر وواحد لريبيرو، وعنده كمان مرتب المدير الفني الجديد. وهي دي الاخبار اللي كانت معايا تخص النادي الاهلي، وحابب اقول لكم ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب وفولو، وحابب اشوفكم في حلقه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.